بسم الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سلامتكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. يوم جديد وفكرة جديدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مصلي بالدجاج، وهذا من المكونات. خذيت 3 فخاذات كاملين دجاج، وخذيت معاهم البطاطا وقصيتهم بالفورمة الشكل هذايا بالمنشار. وتوا لهنا خذيت اللفاح اللي هو تابل وكروية وفلفل أكحل وفلفل زينة وفلفل أكحل وفلفل زينة، ملح وتابل وكروية وكركم وكليل وزعتر. وخذيت طماطم قصيتها دي ترونش صغار، وخذيت معهم البصل، لكن حبيت البصل يكون البصل المدور، اما شنو ما لقيتش عندي، جوست لقيت عندي البصل هذايا. تنجموا نتوما تعوضوه بالبصل اللي عندكم. دونك لهنا البطاطا فوحتها بالكركم باش تجي هكا منظرها حلو دوري. وزيت لهنا وسخنت الزيت، واستقطرت البطاطا في الزيت، قليتها مرة الأولى باش هكا تعطيني بنة في الفرن. راهو لهنا البطاطا ما قليتهاش الكلها، جوست يعني جوست قليان هكا خفيف، يعني نحطها في الزيت أما ما نخليوهاش تقلي برشا. دونك طول هنا خذيت الدجاج وحطيت له الزيت، وخليت في الكاس شوية من الزيت، وحطيت لفاح هذوما الكل اللي هو تابل، ملح، فلفل أكحل، فلفل زينة اللي هو فلفل الأحمر، وكليل وزعتر وكركم. فوحتهم مليح مليح بالدجاج، نعرفوا الدجاج يحب الزيت الفاح بالقدا. فوحتهم بالقدا، دخلتهم هكا في اللفاح الكل وفي الدجاج. شوفوا كيفاش فوحته بالقدا. توا باش نحطه في الطبق، اغزروا كيفاش لازمك هكا تدهنوا بالقدا باش الفاح يدخل فيه ويتفوح مليح. دونك لهنا خذيت الفورمة هذيا، حطيت فيها الزيت وحطيت البصل، نجموا تعوضوا نتوما بالبصل المدور ويكون أحمر، يبنن أكثر الأحمر. وتوا حطيت الدجاج. ديما ماذا بيكم حطوا البصل اللوطة باش يسيبك بعد الزيت البخار متاع الماء يرجع للدجاج. وتنجموا تحطوا حتى زبدة من فوق الدجاج. توا جيت وحطيت لفاح هذايا لهنا في الطبق، وماذا بينا ما نحطوش برشا ماء. حطيت لهنا توا البطاطا اللي هي نص اتياب في المقلية في الزيت، وقصيتها بالفورمة هذيا مجرحة بالمنشار هذاك. حطيت لهنا الفلفل، قصيته دي درونش صغار، وخليت فلفل على جنب باش نقليه. توا خديت الطماطم، قصيتها دي رونديلات هكا مدورين، وحطيتهم وزعتهم هكا، زينتهم على الطبق. هكا مرة نحط بطاطا، مرة نحط طماطم، وصدقوني جاي بنين وقت الدجاج طاب هبط زبدة. تعرف التري جاي بنين بنين شرة. وتبعوني شوفوا كيفاش انا حطيته في الفرن. دونك بعد ما حطيت البطاطا والطماطم والفلفل والبصل، هاكا شفتوا البصل زدت حطيته من الفوق باش كي يعرق من بعد ويسخن يسيب هكا البنة على الدجاج توا الصحفة اللي كانت فيها اللفاح حطيت فيها شوية ماء، وجيت حطيتهم هكا من الجناب، ما نكثروش برشا ماء. كملت حطيت البصل، وكملت حطيت الطماطم، وتوا باش ناخذ البابي كويسون باش نغلف به الطبق متاعي باش يعرق وخليلي الدجاج يطيب
يبدأ طايب بالكدا. نجي هكا بالكردون نعمل هكا ننقبه بالكردون باش هكا يخرج البخار يتنفس، ونكمل هنا نحط بابي ألمنيوم نلمو هكا على الجناب. ننصحكم باش تجربوها القاعدة هذيا راهي يطيب ويبدأ طايب بالكدا بالكدا. ونكمل ناخذ الكردون وننقبو هكايا باش ينجم البخار يخرج لي. وتوا شوفوا ما شاء الله طاب، وش نقول لكم على البنة. وتوا نقول لكم كان إلى اللقاء، استودعكم الله.